اقسم بالله انا صاحي بس مش قادر اتحرك. صحيت من النوم وحسيت ان جسمك مشلول، شايف وسامع كل حاجة بس جسمك مش راضي يتحرك. ده اسمه شلل النوم ودي حاجة علمية، بس اللي حصل مع كريم ملوش تفسير طبي. كريم كان راجع متأخر بعد الشغل، دخل اوضته وقفل الباب، نام وهو مرهق جدا، وبعد ساعات صحي فجأة بس ما كانش قادر يتحرك. حاول يصرخ صوته مش طالع، حاول يحرك ايده كأنها مربوطة. الغريب انه حس بنفس بارد عند رقبته وكأن حد بيهمس في ودنه. في اللحظة دي شاف خيال اسود عند طرف السرير، جسمه طويل وماسك حاجة في ايده. كريم حس ان روحه بتتسحب وانه خلاص هيموت. فجأة الباب خبط خبطة قوية والنور اشتغل لوحده، جسمه اتحرر، قدر يتنفس. اما مفزوع مفيش حد في الأوضة. المصيبة لما بص في المراية لقى علامة حمراء حوالين رقبته. دايما لما تحس بشلل النوم حاول تهدى واقرأ آية الكرسي، لأن أوقات بيكون أكتر من مجرد حالة علمية.